وبنرجع لكم وبنبتدي حلقتنا النهارده، واول لقاء في حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم عن القولون العصبي. وارجوكم عشان ما تقولوش ان انا ما قلتلكوش، اتفرجوا على الفقره لغايه الاخر، لان مهم جدا تسمعوا النصائح اللي هنقولها من اجل التخفيف من هذا العرض الفظيع وهو آلام القولون. بيسعدنا يكون معانا النهارده دكتورة نرمين مقبل، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي، منورانا. ميرسي. اعتبريني أنا المريضة النهارده. قولوني وجعني يا دكتور. احنا كلنا مرضى قولون عصبي اساسا. لسه كنت بقول هاتولي حد مش تعبان من القولون هنا يقعد معانا القعده دي. الناس اللي مش بتاخد كل حاجه على اعصابها بتلاقيها هم الناس اللي ما عندهمش قولون عصبي، يعني اللي عندهم برود كده في الاعصاب. مش برود، متعاملين متاقلمين على كل مصايب الحياه اللي بنعدي بيها كلنا يعني. صحيح. طيب خلينا نبتدي من الاول. القولون العصبي عشان يجي له سن معين ولا ممكن يبتدي من الشباب مثلا؟ بصي، القولون العصبي عشان اشخص حاله هي قولون عصبي في حاله كرونيك، اللي هي حاله مزمنه مش حاجه عرضيه، يعني لازم يبقى الشخص ده غالبا اتعرض لازمه من سن 15 ل 25، وغالبا عشان البنات هي اكثر حساسيه من الاولاد، فالبنات اللي بتتعرض لازمات في السن ده مش بتعرف تتعامل معاها على المستوى النفسيه، يعني غالبا بيصابوا بقولون عصبي مزمن ده يعني غالبا بيكمل بقيه حياتهم. لا حول ولا قوه الا بالله. ويكملوا بقى خلاص. بصي، هو الموضوع العرض الصديق هو مش خطير، موضوع مش خطير قوي، بس محتاج ان احنا نخلي بالنا علشان بس نعرف يبقى اللايف ستايل بتاعنا مش متضايقين منه، يعني مش طول الوقت احنا بنعاني من امساك، مش طول الوقت بنعاني من اسهال، الم شديد اسفل البطن. الحاجات دي كلها الناس اللي بيبقى عندها القولون العصبي بيعانوا من الاعراض دي كتير قوي، خصوصا في بعض الاكلات يعني معينه كده لما ياكلوها بتزيد الحكايه دي معاهم يعني. احنا كشعب مصري طريقه اكلنا تؤدي لتهيج حاله القولون. ده حقيقي. بما اننا بناكل بقوليات كتير، والفول ده عندنا وجبه اساسيه جدا على كل المستويات، كبير صغير طويل قصير غني فقير، كله. الفول والطعميه الاكل الشعبي اساسي. بصي، هو كمان غير الفول والطعميه من الاكلات اللي معروف ان هي بتهيج القولون، خصوصا لو حد عنده اوريدي القولون ده اللي هي السباستيك كولون يعني سندروم، بياخد المسبكات كتير. يعني للاسف الشعب المصري من طريقه اكله احنا لازم نسبك الطماطم كويس قوي مع سمنه مع توم مع بصل، وبعد كده بنحط الخضار فيه. فالمسبك ده من الحاجات المنتشره جدا ان هي بتهيج القولون. غير البقوليات كمان، غير البقوليات طريقه الطهي بالظبط. يعني ممكن الحاجه نفسها هي ما بتاذينيش، بس انا بحب اجود بقى كست بيت واحط سمنه كتيره، احط حاجات محمره كتيره، لازم دي يبقى طبقه السمن قد كده هو على طبق الخضار. فده طبيعي ان هو بيبقى صعب في الهضم وبيهيج لي القولون. واعتقد البهارات بتاعتنا اللي بنحب نحطها علشان خاطر تدي طعم للاكل اكتر، الشطه والفلفل الاسود كمان من الحاجات اللي بتهيج القولون. طيب افرضي انا حد اولا بيقولوا في احصائيه، معرفش صلحيني لو انا غلطانه، انه السيدات اكثر، يعني خلاص سيبك من المرحله بتاعه الاولانيه بتاعه البنت والى اخره. طب هم عدوا بسلام الاثنين تمام خلاص وكبروا وما عندهمش ولا قولون عصبي ولا حاجه، حلو قوي، فجاه في الاربعينات مثلا يجي لهم هذا العرض الفظيع. مين اكتر، رجاله ولا ستات؟ ستات برضو. لا حول الله. موضوع مرتبط بالنفسيه. وبعدين يعني انا يمكن اكون بأنادي بحقوق المرأة زيادة، الأنثى مقهورة شوية في المجتمع العربي. لا طبعا، لا طبعا، انا مش معاكي في القصه دي، مقهورة شوية صغيرين، ده احنا مفتريين. لا مش كله لا، بس عفوا الأنثى يمكن مش بتعرف، مش متربية نفسيا صح، اقدر اقول مش عارفه تتعامل مع مشاعرها ومشاكلها صح، فيمكن ده اللي بيأثر على صحتها بعدين.
شوفي هقول لك على حاجه بخصوص الموضوع ده في عجاله. انا ضد خالص فكره ان المراه مقهوره، ومش عايزه انادي بهذا التايتل ده كتير او العنوان ده كتير، لانه بحس انه مش حقيقه. الست قويه جدا، والست المصريه قويه جدا جدا، ولو ما عرفتش تاخد حقها بالقوه اللي هي باينه فيها، بتاخد حقها بالضعف اللي هي فيه، فهي في اي حال من الاحوال بتاخد حقها. ده حقيقي. فهي بقى احنا بس احنا بنقول ان احنا ضعفة قدام الناس. هنفضل بقى. طيب حلو قوي. المشكله بقى، المشكله في سن بقى ال40 وال45 وال50، الاحساس بالالام دي بتتضارب مع اعراض تانية. يعني يجيلك انتفاخ والم في الصدر فتقولي ده قلب، فبتخافي ليكون قلب، فيبقى عندك مجرد انتفاخات لكن عندك كانك ذبحه صدريه، فتنزلي تروحي جاريه على المستشفى فيطلع القولون العصبي. بصي هقول لك على حاجه يمكن تساعدنا شويه احنا ان احنا نشخص نفسنا، يعني بعض الحاجات البسيطه. انا لو عديت بسلام من مرحله من 15 ل 25 ما جاليش قولون، يبقى اي الم حضرتك بتتكلمي عليه وارد يكون قولون وارد يكون لا. يعني هقول لك على حاجه، انا شخصيا السنه اللي فاتت عديت كده بازمه، وفكرت ان الالم اللي عندي ده جالي الالم ده وانا ما عنديش قولون عصبي، فجالي الالم ده وبعد كده الالم اتشخص انا كنت مفكراه قولون وبعد كده طلع اساسا حصوه في الكلى. الله. فهي المنطقه دي هي فيها حاجات كتير، فيها رحم، فيها قولون، ممكن الحالب لو في حصوه في الحالب، هو مرارة. في زايده مراره. فهي الفكره انه مش اي الم يبقى في بطني يبقى ده قولون. لو انا عديت بسلام من 15 ل 25 من غير القولون، يبقى احاول اني ابعد شويه عن قصه القولون، الا لو اتضايقت. يعني الالم ده مثلا بيجي لي لما بتضايق، لا ده ممكن يبقى قولون، ومش هيبقى غالبا كرونيك، يعني مش هيبقى مزمن بعد كده معايا، هيبقى بس حاله عرضيه عشان انا في ستريس معين هعدي بالستريس ده ومش هيبقى عندي قولون. ايه سبب، ايه علاقه النفسيه بهذا القولون؟ احنا عارفين ان هو مش عارفه كام متر. بصي هقول لك على حاجه، هي النفسيه بتاثر على كل اعضاء الجسم. فبتزود السبازم ده اللي هو الانقباض والتقلصات، اللي هي انقباض العضلات وتقلصات العضلات. فاول يعني تلاقي حتى الشخص مشدود، الادرينالين بيعلى لما بيجي بيحس بخطر او بيحس انه في ازمه، هرمون كورتيزول بيعلى اللي هو الكورتيزون، ممكن يعلي لي الضغط، ممكن يعلي لي السكر. يعني ده برضو الضغط والسكر هم من الحاجات مرتبطين بالنفسيه. والاسبازم بتاع العضلات يزيد، فيحصل تقلصات زي ما حضرتك قلتي كده في القولون، بتبقى غير مبرره، هي بس مرتبطه بالنفسيه بس. فطول ما الشخص ريلاكسد اكتر، عنده ايمان بربنا، لانه ده شيء مهم جدا على فكره في انه الشخص يتعامل مع مشاكله، انه يسلم لامر الله في الحياه. يعني ده بيساعده ان هو يتعامل في حياته مع المواقف المختلفه الصعبه. وعلى فكره هو ما فيش حد فينا بيحصل له مواقف صعبه وحد لا، احنا كلنا بيحصل لنا مواقف صعبه في الحياه دي. فالحاجات البسيطه دي، في اليوجا كمان لو حد بيحب ان هو يلعب رياضه، اليوجا بتساعد ان الشخص يبقى اهدى، بيبقى بيعمل كنترول على اعصابه اكتر. الحاجات دي كلها لو انا بعدت عن اي ستريس، انا بحمي جسمي من يعني 95% من الامراض. بيقولوا يعني انا قارئه جيده في الطب، يعني بس برضو صلحي لي لو انا غلطانه، بيقولوا البروبايوتكس دي اللي هي البروبايوتكس الحبوب دي، اللي هي بالعربي اللي هي البكتيريا الضاره والنافعه. بينصحوا دايما اللي عندهم قولون ان هم ياخدوها الصبح، اول حاجه ياخدوها عشان تعادل البكتيريا او حاجه. طب تعالي اقول لك على فكره احلى، ما سيبنا من الحبوب زبادي ونزود، والزبادي فيها بروبايوتكس، نزود الياف في الاكل. يعني انا لو زودت شويه فاكهه وخضار عن البروتين خصوصا الحيواني،
انا بزود البالك بتاع الستول اللي هو البروز، فده بيديني اسهل انه انا ادخل حمام، موضوع الامساك بيبقى اسهل معايا. انا الحالات اللي بتجيلي، في حالات عندي بتعاني من امساك مزمن، هي طول الوقت عندها امساك. تشرب ميه حلو، انا ما فيش حلقه طلعت فيها يعني بقول اشربوا ميه غير لما بقول اشربوا ميه. اشربوا من البحر. لما بنشرب ميه حلو، البالك بتاع الستول ده بيبقى اسهل في انه ينزل، ما بيبقاش حاصل دراينس فيه وجفاف. فالميه، الفاكهه والخضار من الحاجات المفيده جدا 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 للقولون، تغنيني عن البروبايوتكس الحبوب. فاهمه؟ يعني انا هقول لك، انا بحاول على قد ما اقدر ابعد عن اي كيميكالز واشتغل بالمتاح، بالطبيعي، وهو ده امن كمان. لبن رايب، اللبن هقول لك في قصه اللبن بما انك جبتي سيره اللبن. في ناس عندها اللاكتوز انتوليرانس، ده اللي هي حساسيه اللاكتوز. فممكن حد عنده سباستيك كولون ياخد اللبن يتعب. لان هو اوريدي الجسم مش بيعرف يتعامل مع سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن. فاللبن مش اختيار صحيح يعني للقولون على فكره، الا لو الشخص ده ما عندوش حساسيه من اللاكتوز. وده طبعا بيشخصه الدكتور اللي معاه. انا خلاص ببقى عارفه الحاله او الجسم ده عندي هو اوريدي عنده الحساسيه دي ولا لا. الجلوتين كمان، في ناس بيبقى عندها حساسيه جلوتين، والحاجات دي ساعات بتتشخص كولون غلط. يعني الشخص بيبقى اوريدي عنده حساسيه، يعني انا شربت شويه لبن فبطني وجعتني، وفي شويه غازات، وفي شويه انتفاخات، وفي اسهال، فهلا ده قولون؟ لا، هو مش قولون، انت عندك حساسيه من اللاكتوز. ده الدكتور لما بيقعد مع الحاله بيعرف الموضوع ده، بيكتشف يعني هي ايه مشكله الشخص ايه بالاخص. طيب، اللي عايزه بقى اساله، بيبان من شكل البطن، يعني البطن بتبان ان ده قولون ولا تخن؟ يعني شكل البطن المهم عندي الشكل، شيب الجسم، شيب. بيبان. غالبا الشخص اللي بيبقى عنده دهون، الدهون مش بتتركز في المنطقه اللي تحت، بتتركز في المنطقه اللي فوق شويه. بيبقى شكل الجسم كده عامل زي السكوير. ايوه، بيبقى مربع. بدل ما يبقى فيه كده انحناء للوسط، تلاقيش بيبقى الوسط ده رايح. فده غالبا بيبقى برضو يعني عنده مشكله في السكر او في هرمون الانسولين في الجسم. الشخص اللي بيبقى عنده قولون، بيبقى عنده القولون مش الشكل طول الوقت بايظ، لا، لما يبقى فيه انتفاخ بس. تلاقي البطن اللي تحت دي، المنطقة اللي تحت دي اللي هي بتاعت القولون منتفخة. عشان كده لما حد بيتضايق أو بياكل بصل أو توم، على فكرة دي من الحاجات اللي بتهيج القولون، يلاقي إن البنطلون زنق عليه. فاهمة؟ بنصح دايما، وبرضه صلحي لي لو أنا غلطانة، أي حد بيعاني من ألم القولون يقول حاسس بانتفاخ وتعبان ومش عارف وبتاع، أقول له امشي. طبعا. ايه صح؟ طبعا صح جدا. ليه بقى؟ الرياضة من الحاجات اللي بتخلي البلاد سيركيوليشن في الجسم، اللي هي الدورة الدموية في الجسم، بتعدي على كل الأعضاء تشغل الدنيا صح. مشكلة القولون ان احنا زي ما اتفقنا عندنا سبازم، عندنا تقلصات في المنطقة دي. وانس ما انا بمشي، اولا الاسترس بيروح، على فكرة المشي حاجة كويسة جدا للنفسية. انا بمشي فالاسترس بيروح، او مخي بينشغل، بدل ما انا بفكر في المشكله انا بشوف الشخص الفلاني والخناقه الفلانيه والمحل الفلاني، ودي حاجه كنت عايزه اشتريها، فبشتت نفسي من الاسترس. فبقلل شويه الهرمون الكورتيزول اللي بدور، وبعد كده بيقلل لي الاسبازم، والدنيا بتبقى مريحه اكتر. فطبعا المشي دي نصيحه حلوه جدا لمرضى القولون، ده حقيقي. دكتوره نرمين، الفقرة خلصت يا دكتورة نرمين. ده حلا كده. شفتي خلصت بسرعة ازاي؟ حلا كده. دكتورة نرمين مقبل، بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وميرسي على النصايح اللي اديتيها النهارده للجمهور في حلقتنا. بشكرك جدا جدا، ونشوف بعض تاني اكيد، وندي برضو نصايح جديدة في موضوع جديد ان شاء الله معاكي. ميرسي، شكرا ليكي، بشكرك جدا دكتورة نرمين. ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع بالفقرة التانية؟ خليكم معانا، الفقرة الجاية حلوة قوي، خليكم معانا.